السيد الرئيس جمال عبد الناصر أول وحدة مجمعة تم إنشاؤها بقرية برنشت التابعة لمديرية الجيزة، وهي محور خدمات الحكومة في الريف ومركز الإشعاع الصحي والاجتماعي والثقافي والزراعي. وقد صاحب سيادة الرئيس في هذه الزيارة السادة البداشي حسين الشافعي، وقائد الجناح عبد اللطيف البغدادي، وقائد الجناح حسن إبراهيم، والصاغ كمال الدين حسين، والدكتور نور الدين طراف، والدكتور عبد الرزاق صدقي، والأستاذ محمد فؤاد جلال. وزار الرئيس أقسام الوحدة من فصول للتعليم ومراكز لتربية الدواجن وأقسام الحدادة والسباكة والنجارة وصناعة الجريد والألبان. ثم طاف الرئيس بالوحدة الصحية بمختلف أقسامها. وفي السرادق الكبير الذي ضم أكثر من 10,000 شخص، تكلم السيد الرئيس فقال: بدأت الثورة الاجتماعية للقضاء على الظلم الاجتماعي بعد انتصارنا في الثورة الوطنية بقضائنا على الاستعمار. وغادر الرئيس وصحبه برنشت في الطريق إلى القاهرة بين استقبالات رائعة عبرت فيها الجماهير عن تمسكها بالثورة وقائد الثورة ورجال